بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. زي ما انتم ملاحظين كده بنصلي بطقس شعانيني فريحي عشان النهاردة هو تاني أيام عيد الصليب. بنعيد في 17 توت بعيد الصليب ونقعد 3 أيام نصلي بطقس الشعانيني الفريحي 17 و18 و19 توت. دي الأيام اللي اتبنت فيها واتكرست أول كنيسة على اسم الصليب. لكن اكتشاف الصليب كان بنعيد بيه في 10 برمهات، بيبقى دايما في الصوم الكبير. 10 برمهات دايما يجي في الصوم الكبير. ده اكتشاف الصليب. زي ما انتم عارفين طبعا قصة اكتشاف الصليب كانت الملكة هيلانا، وهتلاقي الزوكسولوجيات والصلوات فيها الملكة هيلانا والملك قسطنطين كتير النهاردة، لأن هم اللي حطوا في قلبهم ان هم يفضلوا يدوروا على الصليب، صليب اللي اتصلب عليه المسيح. فالملك قسطنطين بعت مع الملكة هيلانا 3000 جندي عشان يروحوا أورشليم يدوروا على الصليب. وساعتها كان أسقف أورشليم اسمه قديس مكاريوس. والقصة اللي انتوا عارفينها ان هو كان اليهود عشان المكان الصليب ده كان بيبقى فيه دايما معجزات وحاجات زي كده، فضلوا يرموا عليه تراب وحاجات زي كده لغاية اما اتطمس ما بقاش موجود. جات الملكة هيلانا ودورت على واحد يكون كبير في السن يعرف التاريخ، فقالوا ان هو ده المكان. وفعلا حفروا فيه لغاية ما طلعوا 3 صلبان، وعشان يعرفوا انهي واحد من ال3 لرب المجد حطوا ميت على الاولاني ما قامش، التاني ما قامش، التالت قام، فعرفوا انه ده صليب رب المجد. واتعملت كنيسة في هناك في أورشليم اسمها كنيسة الصليب، وجواها مغارة الصليب. الحقيقة دي القصة اللي احنا عارفينها كلنا. في حاجات حلوة كتير ممكن نعرفها أكتر. إنه كان في مثلا حرب ما بين الفرس والروم. الروم ساعتها كان القائد بتاعهم اسمه هرقل، وكان بيحب الصليب ويقدر الصليب. فالفرس كان الحرب بدأت في مصر ومشيت، رجعوا رجعوا الفرس لورا كده لغاية ما دخلوا أورشليم. وكان في واحد من الأمراء بتوع الفرس عجبوا قوي شكل الصليب والزخارف. كان في قطعة من الصليب في كنيسة الصليب عجبوا شكلها كده والزخارف والذهب اللي حواليها، فمد ايده. كان هربان من مصر وراجع لبلاد فارس تاني، فمد ايده عشان خاطر ياخد حتة الصليب ده. فيقولوا في التاريخ كده انه ايديه اتحرقت، فجاب 2 شمامسة واداهم عطايا كتيرة وشالوا خشبة الجزء ده من خشبة الصليب وراحوا بيه لبلاد فارس. ساعتها هرقل جاب الجنود وفضل يدور وفضل يحارب لغاية ما وصل للمدينة بتاعت اللي كان مستخبي فيها الأمير ده، وحاربوا وقتلوا. وبعد كده قعد يدور على الصليب إلى أن كانت في بنت كانت أسيرة، بنت كاهن، حكت له بقى ايه اللي حصل. هو ان الامير بتاع الفرس ده جاب الشماسين وفضلوا شايلين الصليب. وبعد كده لما عرف ان هرقل بيدور عليه وبيحاول يوصل له، خلاهم يحفروا ويدفنوا خشبة الصليب الصغيرة دي او جزء من خشبة الصليب يدفنوها. وبعد ما دفنوها قتل 2 الشمامسة دول. وبعد كده لما اتحارب واتقتل، البنت دي هي اللي دلت هرقل على جزء ده من خشبة الصليب. ونقرأ برضو في السنكسار قصة حلوة عن هرقل الامبراطور الروم ده. يقول ان هم عمل حفلة كبيرة قوي عشان يرجع الجزء من خشبة الصليب يرجعها تاني أورشليم. وعمل حفلة ولبس التاج الملوكي ولبس الزي الملوكي وعمل زي موكب كده عشان يوصل لغاية مغارة الصليب ويرجع تاني الصليب بعد الحرب. إلى أن أول ما قرب من الباب بيقول كده ثقل عليه الصليب. هو اللي شايله، ثقل عليه وما بقاش قادر يشيله ووقف واتسمر في الأرض. يقولوا كده فتقدم إليه أحد الكهنة وقال له: اذكر أيها الملك أن مولاك كان حاملا الصليب
وعلى هامته المقدسة إكليل من الشوك لا إكليل من الذهب، فلزم أن تخلع تاجك الذهبي وتنزع وشاحك الملوكي. فعمل بالنصيحة ودخل بالكنيسة. قال له المسيح لما دخل كان شايل الصليب وكان على راسه إكليل شوك، ما ينفعش أنت تيجي حاطط إكليل إيه من ذهب على راسك. فلما قلع التاج الملوكي ده قدر يخش الكنيسة بكل سهولة. الحقيقة في التاريخ عجائب الصليب كتيرة قوي. لو تفتكروا اللي حضروا معانا العشية وامبارح عيد الصليب كان في طرح اسمه طرح عيد الصليب، ونقعد نقول بقى السلام لك أيها الصليب، السلام لك أيها الصليب، بحاجات كتيرة قوي، ونحكي قصة الملك قسطنطين والملكة هيلانا، ونحكي حاجات كتير. في النص كده بنقول السلام لك أيها الصليب يا من آمن بك إسحاق السامري وكل من معه. مين بقى إسحاق السامري ومين كل من معه؟ كان في واحد مسافر أورشليم مع ناس كتير، يعني في زحمة كتيرة، وكان اسمه إسحاق السامري، وما كانش بيؤمن بإيه؟ بالمسيح ولا بالصليب. ففي وسط الطريق قعد يتريق على الناس، يقول لهم يعني انتوا كلكم بتسافروا لأورشليم عشان تسجدوا الخشبة، عشان تتباركوا من خشبة؟ وقعد طول الطريق يقول يعيرهم إسحاق السامري ده، أنا مش مؤمن بفكرة الصليب ولا مؤمن بفكرة إيه عمله. وكان في الموكب ده أو في الرحلة دي واحد اسمه القس أخيدس. أخيدس كان طول الطريق بيصلي بيقول له يا رب اكشف له قوة الصليب. فكانوا في الطريق والظاهر تاهوا أو حاجة وبدأت المية تخلص وبدأوا يعطشوا. فيقولوا كده في التاريخ بدأ إسحاق السامري إيه يعيرهم، يقول لهم إيه انتوا هتموتوا بسبب ان انتوا مختلين رايحين لغاية أورشليم عشان تتباركوا بخشبة، وجه في الطريق ما فيش مية، ده انتوا موتوا. فقال خلاص أنا هشهد بقوة الصليب لو جبتوا لي مية دلوقتي، لو لقينا مية دلوقتي أشهد بقوة الصليب. إلى أن لقوا بير، ويقول كده في التاريخ كان بير ماء نتن، يعني المية اللي فيه إيه مش صالحة للشرب. فبدأ يقول ادي ايه ادي الايمان بتاعكم، حتى لما لقينا مية طلعت ايه مية مش كويس. فقعد يصلي القس أخيدس ده كتير قوي على المية، وبدأ كل واحد من الناس المسيحيين يجوا وياخدوا في الإناء بتاعهم مية بقوة الصليب ايه المية تتحول لمية حلوة. ففرحوا بدأوا يشربوا. بدأ القس أخيدس يبدأ ايه يرشم الصليب على المية فتتحول لمية حلوة. أول ما جه إسحاق السامري يشرب بقى من المية، جاب الوعاء بتاعه وملوا له مية، للأسف المية ما تحولتش قدامه المية حلوة. فبدأ يبكي وراح عند، يقول كده في التاريخ، راح عند قدمي القس أخيدس وقال له ايه صلي لي وانا هبقى مسيحي. وفعلا صلاله، وبعد كده رشم المية بالصليب وعليه اصبحت المية اللي في ايد إسحاق السامري كويسة. واول ما راح للقدس او للكنيسة بتاعت مغارة الصليب آمن واتعمد هو وكل الناس اللي كانوا معاه. كلنا شفنا في التاريخ وكلنا شفنا في حياتنا بركة الصليب. النهاردة في تاني يوم لعيد الصليب، إنجيل النهاردة يتكلم عن خبز الحياة. الناس كلها تدور على الخبز اللي في العالم، تدور على إيه؟ الأكل والشرب والفلوس. يوحنا 6 ده بدأ بمعجزة ايه اشباع الجموع بالخمس خبزات والسمكتين. فناس كتير تبعوا المسيح مستنيين ياخدوا بقى ايه يبقى الاكل والشرب ببلاش. لكن يلفت نظرهم كده في يوحنا بقى 6 من اول 35 يقول انا هو ايه خبز الحياة. عارفين بولس قال ايه؟ قال الاطعمة للجوف والجوف للاطعمة. احنا بطننا اتعملت عشان تاكل والأكل اتعمل عشان يدخل بطننا، ولكن الله سيبيد هذا وتلك
لا الأكل ليه حياة أبدية ولا معدتنا ليها حياة أبدية، ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد. بيقول ان ربنا خلقنا للسماء بولس في كورنثوس. وسليمان بعد ما اتجوز 1000 مرة وعمل كل حاجة وخد كل حاجة في العالم، قال ايه في الاخر؟ قال العين لا تشبع والاذن لا تمتلئ. النهاردة المسيح واحنا بنحتفل بالصليب بيقول لنا حاجة مهمة خالص. يقول لنا ايه؟ خلوا بالكم، بصوا للسماء، بصوا للحياة. الخبز بتاع الارض ده مش مكمل معانا، زي ما قلنا ايه؟ الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، والله سيبيد هذا وتلك. يعني الاتنين دول مش موجودين، مش مكملين معانا. الخبز واحنا باصين للصليب، الذبيحة واحنا باصين على المذبح. فاكرين في خميس العهد اتكلمنا عن اصنعوا هذا لذكري. ذكري يعني ايه؟ كانت كلمة يوناني معناها ايه؟ انا منسيس يعني ذكرى كيانية حاضرة. يعني احنا بناخد من نفس الجسد اللي اتقدم على الصليب من 2000 سنة واحنا بنتناول. اصنعوا هذا لذكري، مش عشان افتكر، لا مش فكرة، هي ذكرى كيانية حاضرة، حاجة موجودة معانا. بدأ من خميس العهد لما قدم لهم جسد ودمه اللي هيقدمه تاني يوم على الصليب، وامتد بقاله 2000 سنة. كل يوم نيجي ناخده من على المذبح، نيجي ناخده من على الصليب جسد ودم المسيح. يقول القديس كيرلس الكبير: إذ نقترب إلى تلك النعمة الإلهية والسماوية ونصعد إلى شركة المسيح المقدسة، بذلك وحده نقهر خداع الشياطين، إذ نصبح شركاء الطبيعة الإلهية، نرتفع إلى الحياة وعدم الفساد. الحياة بتاعت الأرض مش هي دي الحياة اللي بره الكنيسة. الحياة اللي بره المسيح مش هي دي الحياة اللي ربنا خلقنا علشانها. هو خلقنا عشان نتحد بيه ونكمل لغاية ما نوصل للحياة الأبدية. ده السبب في خلقتنا. نقول كده في القداس الغرغوري: الذي من أجل الصلاح وحده مما لم يكن كونت الإنسان. خلقني وخلقك عشان هو صالح وعايز كلنا نتجمع في ملكوت السماوات. إذن في حياة في الصليب دي. لما نيجي عند الصليب نلاقي إيه؟ الحياة، وناخد من الحياة دي. خلونا نتفق ان الموت، ان احنا ما عندناش حاجة اسمها موت. مش احنا في أشية الراكدين بنقول ليس هو موت لعبيدك؟ امال ايه الموت اللي احنا بنسمع اسمه ده؟ الموت هو الانفصال عن الله. الموت ان انا اخسر حياتي الابدية. الموت ان انا اعيش حياتي زي العالم، اكل واشرب واكسب واعمل فلوس وانسى وجود ربنا. هو ده الموت. عشان كده بولس يقول ايه؟ ليه الحياة هي المسيح ايه؟ والموت هو ربح. عارفين ان انا اتنقل اروح السما ده الناس تقول مات، لا ده مش موت، ده ربح. ان انا اسافر السما ده ربح. الموت بتاع العالم ده بتاع الانفصال ايه؟ عن الله. عشان كده الناس اللي عايشين حياة حلوة مع المسيح يبان على وشهم. فاكرين قصة الأنبا أنطونيوس لما كان فيه واحد من الرهبان يجي يقعد بالساعات وما يسألش ولا سؤال، فبعد مقابلات كتير قوي يجي يقعد عند قدمي الأنبا أنطونيوس بالساعات ويقول له، ما يقولوش أي حاجة. فجه في يوم يقول له الأنبا أنطونيوس: أنت بتيجي وبتسمع كتير، ما عندكش أي سؤال؟ فيرد الإجابة إيه اللي إحنا كلنا عارفينها؟ يقول إيه؟ يكفيني النظر إلى وجهك يا أبي، أنا شايف في وشك حياة. واحنا النهاردة بالصليب اعطانا ايه؟ الحياة. الحقيقة يعوزنا الوقت ان احنا نتكلم على الصليب في كنيستنا. الصليب ده عقيدة، بنقول باسم الاب والابن الذي تجسد والروح القدس بيت نقلنا من الظلمة للنور، من الشمال لليمين، ونقول في الاخر اله واحد. عشان الحروب اللي قايمة اللي بتقوم علينا يقول بنعبد 3 آلهة، احنا في كل صليب بنرشمه بنقول اله واحد. الصليب عقيدة.
واحنا رسم الصليب بالنسبة لنا ده جزء قوي مهم جدا في عقيدتنا. الصليب في كل مكان في كنيستنا هتلاقوا الصليب في كل مكان. هتلاقي ابونا دايما مع الصليب رمز لسلطان الروح القدس اللي خده في سر الكهنوت. الصليب يدينا غلبة على الافكار. انبا انطونيوس يقول نحارب الفكر بالصليب، ارشم الصليب كتير عشان نحارب الفكر. الصليب صلاة لينا واحنا بنصلي، شوفوا بنرشم الصليب كام مرة. الحقيقة حياتنا كمسيحيين داخلة فيها فكرة الصليب كتير، لأن يقولوا كده ترتعب منه الشياطين. ده رمز للفداء ورمز للنصرة، رمز للمسيح اللي مات علشاننا كلنا. عشان كده يقولوا الآباء لا ترشم الصليب بعجلة، ما ترشمش الصليب بسرعة. الذي يرشم ذاته بعلامة الصليب في عجلة بلا اهتمام أو ترتيب فإن الشياطين تفرح به. وأما الذي في ثبات وروية يرشم ذاته بالصليب فهنا تحل عليه قوة الصليب وتفرح به الملائكة. عشان كده قديس أثناسيوس يقول لنا قول حلو قوي 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 عن الصليب. يقول إيه؟ إن كل من يحترم الصليب ويكرمه إنما يكرم صاحبه، لذلك حتى الملائكة تحبه وتسرع إلى من يرشمه بإيمان. لو أنا في حرب، لو أنا في ضيق، لو أنا في شدة أرشم الصليب. فقديس أثناسيوس يرد يقول لنا إيه؟ اللي بيرشم الصليب ده وبيحترمه الملائكة تحبه وتسرع إلى من يرشمه بإيمان. الله يفرح ويسر بعلامة الصليب لأنها علامة المصالحة بين الله والبشر التي تمجد الله والتي انكسرت بها قوات الشياطين. خلوني أختم بقصة جميلة. أبونا بطرس جيد أخو قداسة البابا بيحكي، بيقول مرة لقى حد في الكنيسة وكان عليه روح شريرة. فبيقول أنا ما أعرفش، يعني ما عنديش الموهبة دي، ولقيتهم جايبينه وبيقول مش عارف أعمل إيه، مش عارف أتصرف إزاي. فبيقول اللي قدرت أعمله جريت رحت على المسبح وخدت الصليب اللي على المسبح، الصليب اللي هو إيه؟ اللي بنصلي بيه. هتلاقوا كده بنحط صليب أو 2 على المسبح على طول، أبونا بيصلي بيهم طول القداس والشمامسة وكده. فبيقول أبونا بطرس جيد جريت خدت صليب من على المسبح، وبيقول إنه أول ما حط الصليب ده على راس الراجل اللي بيقولوا عليه أرواح شريرة انتهى على طول وبرق في الحال بالصليب اللي خده من على المسبح. كلنا محتاجين ندرك ونفرح بقيمة الصليب، وزي ما بيقول كده تفرح الملائكة به. كل سنة وحضراتكم